السلام عليكم. رمضان كريم. بصراحة دي أكتر حلقة أنا سوفت فيها وأخرتها، بس مش مجرد تسويف، هو على قد ما أنا كنت بدور كتير وبعمل ريسيرش في الموضوع وبقرأ عنه كتير، عشان الموضوع ده مهم قوي وتقريبا ما حدش يتكلم فيه. ناس كتير الفترة دي أو حلقات كتيرة هتدور عليها على اليوتيوب. إزاي تستعد لرمضان، ازاي تطلع من رمضان باكبر قدر من الطاعات، ازاي تكسب رمضان، ازاي تصلي التراويح في ميعادها، ازاي تخس في رمضان، ازاي تعمل نظام في رمضان. والحقيقه ان انا بقالي فتره بدور، او لما كنت بقرا عن الحاجه دي اللي انا هتكلم عنها، واسمع عنها فيديوهات او اشوف عنها فيديوهات يعني. قابلني فيديو كده للشيخ مصطفى سمير، يعني كان بيقول له هو انت بتعافر كده ليه؟ جربت تدعي؟ كان بيقول لحد يعني انت بتعافر في الحاجه كده ليه؟ هو انت جربت تدعي؟ طيب جربت ادعي؟ هو انا ممكن ادعي وما اعملش الحاجه والدعوه دي تتقبل؟ او يعني واحد بيبذل مجهود كبير جدا في حاجه عشان عاوز يعملها، وواحد تاني بيبذل مجهود عادي بس بيدعي، فمين اللي ممكن يكسب؟ سؤال غريب مش كده؟ فده كان ال الاسئله اللي بتدور في دماغي، والحلقه بعنوان النهارده ازاي دعائك استجاب في رمضان، او ازاي اطلع باكبر قدر من الدعاء المستجاب في رمضان. ناس كتير بتقول ان الدعاء هو بيغير حياتك، بس هل اي دعاء بيستجاب او ممكن يغير حياتك؟ الحقيقه لا. إن لما دورت وعملت ريسيرش كتير، عملت مايند ماب كده او وصلت المايند ماب ان علشان تدعي دعاء ويستجاب لازم تعمل له استراتيجي، والاستراتيجي دي ليها عناوين رئيسية، وهشرح كل عنوان في الفيديو ده. طيب اول عنوان هسميه الكور كونسبت او الفكرة الاساسية. بما اني بتكلم عن الفكرة الاساسية، لازم تفهم ان انت بتدعي ازاي. يعني اول حاجة كده لازم تبقى عندك اصرار مع ربنا، انت بتدعي وجواك يقين فعلا انك مؤمن بالحاجة دي. يعني مثلا انا لما باجي اتكلم مع الشباب في المبيعات مثلا، واجي اقول له يا ابني امن بنفسك ان انت تقدر تحقق ال10,000، فيجي هو يحاول ومش عارف ايه والكلام من ده وما يحققهاش، فيجرب تاني، فيشتغل على نفسه، فيحاول اكتر، فيحقق ال10,000. تمام؟ فهو آمن بنفسه بس هو مش حاسس، فيبدأ يطمح لل20، فيحاول فيحقق ال20، فيجي يقف مع نفسه كده ويراجع نفسه، فيلاقي ان هو قبل كده اصلا ما كانش بيحلم ان هو يحقق ال10 وحققها، وبعد كده حقق ال20، فبيطمح لل50 بس ما عندوش ايمان ان هو يحقق ال50. طب ما انت ما كنتش عارف ان انت هتحقق ال10 وحققتها، وما كنتش عارف ان انت هتحقق ال20 وحققتها، فامنت بنفسك فنجحت. امن بربنا علشان تنجح، امن ان الدعاء ده فعلا مستجاب. والله قول له يا رب انا عاوز $1,000,000، امن. قول له يا رب انا عاوز كذا، امن. بس خلي في استراتيجية في اتصالك مع ربنا او في دعائك. بصراحة اللي بيكسب في رمضان مش اكتر واحد دعا، هو اكتر واحد ركز وامن. تاني خطوة معانا وخطوة مهمة جدا وهي البريبريشن او التحضير. انا بكلمك من منطق علمي لمنطق ديني. والله العظيم ما في حاجة، يعني انا شغال في البيزنس بقالي اكتر من 6 او 7 سنين، كل خطوة لمذاكرة كورس، لتطوير، لمحاضرات، لتخطيط لبيزنس عشان يجيب فلوس كتير جدا. والله العظيم بالتخطيط، والتخطيط ثم الدعاء، والدعاء ثم الاجتهاد، فبتحقق الحاجة دي بإيمانك بالله. والله 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 ما في حاجة بتمشي عشوائية. أي حد كان ناجح في حياته نجاحه ما كانش عشوائي. فعلشان كده لازم تيجي قبل رمضان بيوم، تجيب ورقة وقلم وتكتب 4 أو 5 دعوات، وتقسمهم لمايند ماب ل3 حاجات: هدف شخصي، مشكلة حقيقية، وباب مقفول من سنين. وحاول ان دعائك في رمضان ما يكونش فيه اذى لشخص، او انك تدعي على حد مهما كان الشخص ده عمل فيك. بالعكس، جرب تدعي له ان ربنا يهديه، يمكن
ربنا يهديه ليك انت عشان حاجه ما كنتش عارف تحققها، فدعيت ربنا يهديه فساعدك ان انت تحقق الحاجه دي. كل انسان مخير لمساعده شخص تاني. فيا عالم ممكن تلاقي بقى شخص انت ما تتوقعش ان هو يساعدك في اي حاجه، هو اول واحد يقف جنبك عشان انت دعيت له ان ربنا يهديه فربنا سخره ليك. والله من غير تحضير لاي حاجه في حياتك عمرها ما هتتحقق. تالت حاجه هكلمك عنها وهي التايمنج. لما بتيجي تذاكر حاجه معينه يقول لك خليها بعد الفجر. ليه بعد الفجر تحديدا؟ علشان ده الوقت المناسب لعقلك ان هو بيكون صافي. لما تيجي تشتغل في بيزنس معين لازم يقول لك اختار الوقت المناسب. لما تيجي تتقدم لحد لازم يكون في تايمنج مناسب. طب ايه التايمنج المناسب لقبول الدعوات في رمضان؟ والله في ممكن يكون ساعات استجابة كل يوم، يعني مثلا يوم الجمعة بيكون في ساعة استجابة، بس عمرنا ما كنا عارفين ساعات الاستجابة دي. فأنا متأكد وموقن إن في ساعات استجابة في رمضان وإحنا عارفينها، بس ممكن الساعة دي تبقى في يوم عشوائي وانت ما تعرفوش. فانت عندك يوميا مثبت 3 اوقات تدعي فيهم دعاء واحد وتركز عليه كويس جدا. يعني مثلا قيام الليل ده وقت مناسب للدعاء، وانت صايم ومركز ده وقت مناسب للدعاء، قبل الفطار ده وقت مناسب للدعاء. ما تدعيش بكل الدعوات مرة واحدة، اختار دعاء واحد بس وركز عليه كأنه المعركة الوحيدة. طب لو انا خدت بالاسباب دي كلها، هل في شروط لقبول الدعاء؟ مفيش حاجة بتيجي بالسهل. طب ما انت محتاج تعرف ايه هي شروط قبول الدعاء. في 3 شروط وكل شرط ليه شرح معين. اول شرط هو اليقين. ادعي وانت واثق ان ربنا سامع وان الترتيب شغال، وده شرط اليقين. تاني شرط الاستقامة. إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. فأنت لما تصلي فتدرك الاستقامة، فتبقى بتبعد عن كل حاجة مش حلوة، فبالتالي محبب إلى الله فدعائك يستجاب. خليك قريب في سلوكك مش في الدعاء بس. ثالث شرط هو الإلحاح. إن الله يحب العبد اللحوح. خليك مصر، قاتل على الحاجة بتاعتك، قاتل في الدعاء. زي ما قلت لك تخيل انها المعركة الوحيدة. خليك قول يا رب كل يوم على دعاء واحد في وقت معين، قول يا رب كل يوم. جرب، مش هتخسر حاجة. والله العظيم انا بقالي اكتر من 7 سنين بشوف تجارب حواليا، وبشوف ناس بتنظم او يعني يمكن ما كنتش اعرف ان ده تنظيم للدعاء او اخذ بالاسباب او غيره غير لما بدات اقرا كتير واعرف، فبدات اجي اتكلم معاك في الموضوع ده. بس مفيش دعاء منظم، مفيش دعاء فيه اخذ بالاسباب، مفيش دعاء اتحط له سيستم الا واتقبل، الا وكان ربنا بيقبل الدعاء ده. رمضان هو فرصه انك تهدي نفسك، تحط لنفسك نظام صحي ترجع بيه، تحاول تاني. رمضان فرصة لناس كتير. كله بيقول لك لو عاوز تخس، لو عاوز تبقى نفسيتك احسن، لو عاوز تقرب لربنا اكتر، لو عاوز ترجع تستقيم. طب ما تدعي، حط سيستم للدعاء وسيب الباقي عليا. اكلمك عن حاجات تانية كتير ليها علاقة برمضان او تقدر تعملها في رمضان، بس ركز على اهم حاجة، الدعاء في رمضان، وانك تحط سيستم انك تدعي عشان دعائك يستجاب وتطلع برمضان بحاجات كتير انت كان نفسك تعملها تتحقق على مدار السنة الجديدة. مش عارف، انا اول مرة اطول واتكلم عن حاجة باستفاضة كده لان انا فعلا الموضوع ده لمسني. فلو فعلا لمسك اعمل شير علشان نشوف الناس بعد رمضان. اتمنى حد يكتب لي بعد كده ان ربنا استجاب لدعاء، انه عمل سيستم، ان هو استفاد من الكلام اللي انا قلته. وكل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون